ندخل بقى يا دكاترة على الامتحان رقم 4 في كتاب المعاصر. أول سؤال بيقول لك في كام هيدروجين بوند موجودين عشان في كام هيدروجين أتوم موجودين عشان أعمل 6 هيدروجين بوند في المية؟ دكتور حضرتك الهيدروجين بوند بتتعمل إزاي؟ بيبقى فيه مولكيول ووتر جنبه مولكيول ووتر تاني فيقوموا عاملين مع بعض هيدروجين بوند، صح؟ طب لو جيت تبص الهيدروجين بوند دي مش محتاجه وقايه واتشايه، فكل هيدروجين بوند بيبقى فيها اتشايه. فلو انا معايا 6 هيدروجين بوند يبقى اكيد دول موجودين ما بين 6 اتشات و6 اوقات، يبقى هبقى محتاج 6 اتشات و6 اوقات. طب اللي بعده بيقول لك يا صديقي دي طبقات الاتموسفير، في واحده السكنس بتاعها 10 تي التروبو، ال30 تي الميسوسفير كانت 30 اللي بتبقى 40 تي الاستراتوسفير. فبيقول لك مين اللي بيبقى فيها الاوزون؟ لو اتواجد يبقى هارمفول يعني اوزون وحش. طبعا الاوزون الوحش ده في طبقه التروبوسفير يا صديقي. طب اللي بعده بيقول لك مين في دول مش من خصائص الانفايرمنت، مش من خصائص البيئه؟ هل البيئه بتبقى سيستم بيتكون من حاجات ما اقدرش افصلها؟ هل فيها حاجات كائنات حيه وكائنات مش حيه؟ اكيد. هل البيئه بتتاثر بشويه مكونات حواليها؟ اكيد طبعا في حاجات كتير بتاثر في البيئه. طب هل بتتكون من 6 سفير؟ 6 سفير لا، البيئه بتتكون من 4 سفير: هيدروسفير، ليسوسفير، اتموسفير، بايوسفير، مش من 6. اللي بعده يا دكتور بيقول لك معاك محلول ملح، ادي الماس وادي الفوليوم بتاعه، قول لي الريلاتيف تنستي. طب بسيطه، الاول هجيب التنستي بتاعت المحلول ده. التنستي يعني ماس على فوليوم، هو هنا الماس بتاعته ب1 كيلو جرام. طب الفوليوم ب 9.8 في 10 باور نيجاتيف 4. اقسم الماس على الفوليوم هيطلع رقم كبير قوي قوي. نفترض الرقم ده انت جبته، هو بقى مش عايز التنستي بتاعت السائل، هو عايز مين؟ الريلاتيف تنستي. يعني ايه الريلاتيف تنستي؟ يعني كثافه الماده بالنسبه للميه. فالريلاتيف تنستي هقوم ماسك التنستي اللي انا جبتها بتاعت الماده واقسمها على الميه اللي هي ب1000، فانا هحسب التنستي بتاعت الماده واقسمها على التنستي بتاعت الميه، هلاقي الاجابه هي دي. طب اللي بعده بيقول لك الشكل اللي قدامك بيعبر عن 4 ريشون ماشي في الالترا فايلوت. تعرف تقول لي مين ايه ومين بي؟ طبعا ده الالترا فايلوت والفيسابل. كان قبلهم الواد شيمي قال لي الاكس بتاعته اللي اسمها يمنى، انا مش شايفك، يبقى الايه الاكس راي ثم الكاما راي. طب بقول لك if you know set ان الاير تمبريتشر في منطقه معينه ادي درجه الحراره، وبعد كده التمبريتشر على قمه الجبل في نفس المنطقه دي، هتلاقي الجبل ارتفاعه 880 متر، قول لي التمبريتشر فوق هتبقى كام؟ وتقلة ادب. طب ده سؤال سهل قوي، احنا مش عارفين يا جماعه ان احنا كلما ارتفعنا عن سطح الارض 1000 متر الحراره بتقل 6 درجات ونص. طب انا ارتفعت عن سطح الارض 880 متر، تعرف تقول لي الحراره هتقل قد ايه؟ طب حاسبينها ازاي يا دكتور؟ 880 في 6.5 على 1000، نشوف هتطلع بكام. هتلاقيها طلعت يا دكتور ب 75.2 سيليسيوس، بس دي بالسيليسيوس. تعال نبص في الاختيارات، مش هتلاقي 57.2 بسيليسيوس، هي يا تحولها لكلفن يا تحولها لفهرنهايت. فاكر بتحول السائل لكلفن اجمع عليها 273. طب 57 زائد 273 عمرها ما هتوصل للرقم ده، يبقى هي يا اما 5 فهرنهايت يا اما 41 فهرنهايت. فتحول 57.2 لفهرنهايت. فاكر بنحولها ازاي؟ 1.8 في سيليسيوس، ادي الدرجه بتاعت سيليسيوس، زائد 32 درجه، احسبها هتطلع لك هي دي الاجابه. اهي السيليسيوس 57.2 اضربها في 1.8 واجمع 32 هيطلع لك الدرجه بالفهرنهايت. طب which of the following organs in the body of التيلابيا؟ فاكر التيلابيا السمك البلطي، حاجه من دول بتساعد التيلابيا انها تطلع لفوق. طبعا الاير بلاتر سهله قوي، اكياس الهواء تتملي تطلعها لفوق. طب قول لي من احد اسباب ان البولار بير معرض للانقراض؟ طبعا ان في احتباس حراري والتلج عمال يسيح. ف
مش بيسيت الايس كاب، ده بيتاكل. واكيد مش السقعه الشديده هي السبب ان البيئه بتاعته بتتدمر بسبب الاحتباس الحراري. طب بيقول لك البي اتش بيبقى ارقامه من كام لكام؟ اكيد من 0 ل 14. طب مين في دول اكتر انزيم سبيسيفيك؟ ده انزيم بيتفاعل مع نوع واحد من الاكل، ده بيتفاعل مع نوعين اكل، ده بيمسك في 3 انواع اكل، ده بيتفاعل مع 4 انواع اكل. اكتر واحد فيهم سبيسيفيك اكيد الاولاني لانه بيمسك في نوع واحد من الاكل. اللي بعده بيقول لك معانا شويه تجارب لانتقال الحراره. فبيقول لك مين في دول يعتبر كوندكشن دي نقل الحراره في الحاجات السوليد. طب تعال نفكر. هنا الحراره بتتنقل بالراديشن، ده اشعاع. في الرسمه الثانيه انا ماسك مقبض سوليد، فالحراره هتتنقل عن طريق المقبض الحديد، يبقى ده كوندكشن. طيب دكتور، اخر احتمال التلج على ايدي انا بنقل له الحراره، فدي برضه كوندكشن على فكره. دي برضه يا جماعه كوندكشن. تقول لي طب ما اخترتهاش ليه؟ لان هو بيقول لك مين اللي بينقل طول هاند، يعني الايد اللي بتكتسب الحراره. التلج وهو على ايدك انت بتديله انت الحراره، انت حرارتك 37 والتلج 0، فانت اللي بتديله الحراره. فالحراره دي فروم الهاند مش طول هاند. اوكي. اللي بعده مديك شويه اختيارات وبيقول لك دي علاقه ما بين الكوانتيتي اوف هيت والدلتا تي، وبيقول لك الترتيب الصحيح للسبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت، طب تعالى نفكر. تعالى نفترض يا صديقي ان انا معايا 3 سوائل، 3 مواد، واديتهم كلهم كوانتيتي اوف هيت. فمثلا اكس ده اخد كوانتيتي اوف هيت معينه فحرارته عليت مثلا 10 درجات. واي اخد كوانتيتي اوف هيت اقل، حرارته عليت 10 درجات. 6 ده اخد كوانتيتي اوف هيت اقل، حرارته عليت 10 درجات. خدت بالك انا ثبتت الحراره. طب كلهم حرارتهم عليت 10 درجات، بس 6 ده اخد حراره قليله قوي، يعني اخد مثلا 100 شول. اخد 100 شول حرارته عليت 10 درجات. ده اخد 200 شول، ده اخد 300 شول. فست ده اخد 100 شول حرارته عليت. فكده يا دكتور 6 بيسخن بسرعه، يبقى ده له سبيسيفيك هيت. انما الاخراني ده قعدت اديله انرجي كتير عشان يسخن 10 درجات، اخد 300 مش 100، يبقى ده اخد حراره كتير عشان يسخن، يبقى ده بيسخن بالراحه، يبقى ده هاي سبيسيفيك هيت. يبقى ترتيبهم على حسب السبيسيفيك هيت، اكس اكبر من واي اكبر من 6. اللي بعده يا دكتور بيقول لك معاك سلسله، قول لي كل ده يعتبر من اسباب الامبالانس او خلل في السلسله ما عدا حاجه ما تبوظش السلسله. لو انا سويت الطحالب، رحت سويت الحاجات اللي بتاكل الطحالب، لا ما هو ده هيسيد ده هيسيد، السلسله شغاله طبيعيه. كل ما هيكتر هيلاقي نباتات ياكلها وهيفضلوا عايشين والسلسله شغاله عادي، فده ما يبوظش السلسله. طب لو في اكس بقى افترس واي بكميه كبيره، ده هيكتر وده هيقل خالص، كده السلسله باظت. طب لو سات اكس بس، اكس ده لو كتر لوحده والنباتات ما ساتتش هيقوم هو واكلها ومخلصها لك، يبقى السلسله باظت. لو انا اصطدت ده هتلاقي السمك ده عمال يكتر عشوائي، فالسلسله باظت وفي كائن اتشال. يبقى الحاجه اللي ما تبوظش السلسله اول احتمال. طب اللي بعده ايه اللي بيحصل لمعدل الترانسبيريشن يعني تبخر الميه من النبات لما الرطوبه بتقل زي النباتات اللي في خط الاستواء؟ تلاقي يا دكتور الرطوبه هناك قليله ولا عاليه؟ لا سوري، النباتات الصحراويه مفيش رطوبه في الهواء، فالهواء ما فيهوش ووتر فيبر، فتلاقي النبات عمال يفقد ميه. فكل ما يكون الهواء كاف ما فيهوش رطوبه النبات يبخر كتير قوي والترانسبيريشن يزيد. طب هو which of the following يعتبر مثال على البيهيفير ادابتيشن؟ بيهيفير ادابت كان عليها مثالين، الحوت اللي بيطلع اصوات يتواصل مع حبايبه والسلمون. هو مش مديك المثالين دول، هو بيقول لك لما افرز عرق، ده مش فيسيولوجيكال ادابت. المخالب القويه بتاعت الحيوانات دي مش بيهيفير، دي حاجه في الاستراكشر. ان القرد يبقى عنده دراعات طويله عشان يتشعبط على الشجر، دي في الاستراكشر. الهيبرينيشن بتاع السلاحف، عارفين يعني ايه هيبرينيشن؟ بيات شتوي. تلاقي السلحفاه لما صروفها تبقى وحشه سلوكها تعمل ايه؟ البيهيفير بتاعها تعمل ايه؟ تتكمل شويه عقبال ما الصروف تتحسن. طب اللي بعده بيقول لك على الرغم من ان السولبيلتي بتاعت الكربون دايوكسيد بتبقى عاليه عن الاكسجين، طبعا ده في الميه الساقعه،
ولكن نسبة الأكسجين بتبقى أعلى من الكربون دايوكسيد في بعض البيئات. طبعا السي او 2 في المية الساقعة بيدوب حلو، بس لو سخناها السي او 2 يخلع وتلاقي الأكسجين هو اللي لسه مرتبط بالمية. So what is the following may be the reason of that؟ هل في سبب آخر غير درجة الحرارة؟ زيادة الفيتوبلانكتون. فيتوبلانكتون دي نباتات، لو النباتات دي كترت ممكن يا دكتور الاقي النباتات عماله تسحب السي او 2 وتطلع اكسجين في الفوتوسينثيس، فده يخلي السي او 2 يقل والاكسجين يعلى. الجمله دي صح. سياده الويست بتزود الكربون دايوكسيد. سياده الكائنات الميته لما بتتحلل بتطلع كربون دايوكسيد. سياده تنفس السمك بياخد اكسجين يطلع كربون دايوكسيد، يبقى ده كله بيطلع كربون دايوكسيد، انما النباتات بتطلع اكسجين فتي تزود الاكسجين. طب اللي بعده مديك حاجه كده زي الميه كده، وبيقول لك الشكل اللي قدامك بيعبر عن اتنين مركب الهيدروجين بوند موجوده في رقم واحد. اللي بيعمل هيدروجين بوند دي الووتر، فاكيد ده H2O. اللي شبهه H2S. طب دكتور، فبيقول لك ما سبب الاختلاف اللي ما بين الاتنين مركب دول؟ هل اختلاف الالكترونيجاتيفيتي بتاعت واي و اتش عاليه، ولا اختلاف في الالكترونيجاتيفيتي ما بين واي و اتش هي اللي عاليه؟ فاكرين الالكترونيجاتيفيتي يعني الجاذبيه، مين عنده جاذبيه اعلى؟ اكيد الاكسجين هو اللي عنده جاذبيه اعلى. فالسبب ان في هيدروجين بوند في المركب ده وما فيش هيدروجين بوند هنا ان الاو اللي هي مركب واي، يعني او رمزها واي، عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه، انما السلفر ما عندوش الكترونيجاتيفيتي عاليه، مش هتش الالكترونات ناحيته. طب ما تاثير الاسيد رين على الاراضي الزراعيه؟ الميه اللي فيها اسيد بتنزل تتفاعل مع الاملاح اللي في التربه وبالذات الكالسيوم والمغنيسيوم، فبتقلل المواد الغذائيه المتاحه للنبات لان هي بتتفاعل معاها بتبوظها. طب معاك 4 حاجات او 4 سلايدات يعني 4 حتت اساس موجودين في 4 اماكن مختلفه، حاطيناهم في كونتينر على عمق مختلف. قول لي يا دكتور مين فيهم هيجي عليها اكبر ضغط؟ طب تعالى نفكر. هو انا كل ما احط الازازه في كوبايه ميه في عمق اعلى الضغط هيزيد، فمن العمق هستبعد الاولى والثانيه، دول مش هينفعهم. الاتنين دول في نفس العمق فعليهم نفس كميه الميه بتضغط. بس يا دكتور واحده مساحتها ايه واحده مساحتها 2A، مين عليها ضغط اعلى؟ طب تعالى نفتكر، مش البريشر فورس على الاريا؟ يبقى الفورس بتساوي البريشر في الاريا، فالعلاقه ما بين الفورس والاريا دايركت. فلو انت بتقول لي الفورس هتبقى اكتر فين؟ الفورس تعلى لما الاريا تعلى. طب هنا الاريا اكبر يبقى هنا عليها فورس اكبر، يبقى اخر واحده هي اللي عليها فورس اكبر لان مساحتها اكبر. طب اللي بعده السي بريس، معناها ايه؟ ان الميه جايه من البحر للشط بالنهار، ان الهواء دافي بيتحرك من الميه للارض بالنهار، ده السي بريس. طب قول لي يا دكتور الاورورا فينومينا اللي بنشوفها عند القطب الشمالي والجنوبي بتحصل ليه؟ تقول لي عشان في طبقه الثيرموسفير لما بيجي الفوتونز بتاعت الشمس، الفوتونز يعني الالكترونات الضوئيه، البارتيكل اللي جايه من الشمس بيكون عندها هاي انرجي، فنتيجه ان في ماجنتيك فيلد يعني الارض عامله زي المغناطيس، لما تلاقي في نيجاتيف كتير تشده على البولز، فتبدا الطاقه الكتير اللي في الالكترونات تفقدها تلوث الانرجي. وقلنا الالكترونات دي الكترونات ضوئيه، لما بتيجي تفقد الانرجي بتاعتها بتطلع لايت. اوكي. طب اللي بعده يا دكتور بيقول لك في ال4 بيكر اللي قدامك دول فيهم 4 محاليل، فبيقول لك مين فيهم اعلى بويلنج بوينت؟ طبعا اعلى بويلنج بوينت لو في ملح كتير ماسك الميه مش هيخليها تتبخر، فهضطر اسخنها قوي. فمين اعلى ملح؟ بص هي دي فيها 4 مولكيول ملح، دي فيها 3، دي فيها 6 ودي فيها 6. حلو، يبقى دول فيهم ملح كتير. بس هنا في ووتر كتير هنا في ووتر قليله، فده كونسنتريتد قوي، في ملح كتير وميه قليله. ده في ميه كتير برضه، فتاثير الملح مش هيبان، ده اللي تاثير الملح فيه هيبان. فده يا صديقي ميه قليله الملح هيمسكها كويس فهتتبخر بصعوبه، فهسخنها الحراره اعلى عشان تي كونسنتريتد. طب بيقول لك لو البريشر بتاع غاز اهو، احسب البريشر بالبار.
اوبا، مديك البريشر بالمليمتر ميركوري وعايزه بالبار. طب يا دكتور مش احنا عارفين لو كان ضغط الهواء 1 بار بيخلي الميركوري يطلع 76 سنتي؟ طب انا مش عايزها بالسنتي، ممكن تحسبها لي بالملي؟ هو 76 سنتي يعني 670 ملي. ايوه، احسبها انت كده. لما كان بيبقى فيه انبوبه شكل حرف اليو مقفوله من ناحيه ومفتوحه من الناحيه الثانيه، والهواء يضغط بقوه 1 بار، كان بيخلي الميركوري يطلع 76 سنتي. السنتي 76 سنتي اللي هي 670 ملي. مش عارف هحولها السنتي 76 سنتي، حولها المتر اقسم على 100 فتطلع 0.76 متر. حولها بقى الملي اضرب في 1000، ما هو المتر فيه 1000 ملي، يطلع 670 ملي. طب انا دلوقتي طلعت 1520 ملي. تعرف تقول لي البريشر كام؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن وحلها تطلع لك على طول يا صديقي. سهله. وبكده احنا خلصنا هذا الامتحان. الله معك.